اهلا بيكم في فيديو جديد، ومعاكم مي الشواطفي ميك اب ارتست وفيديو بلوجر. فيديو النهارده الحقيقه هو اول فيديو ان شاء الله في سنه 2019. كل سنه وانتم طيبين ويا رب تبقى سنه حلوه عليكم. حبيت ابدا اول فيديو في السنه يكون فيديو ترحيبي شويه. ما حبيتش ادخل في موضوع على طول، واقول لكم ان شاء الله محتوى القناه هيمشي ازاي في 2019 وايه الحاجات اللي هنتكلم فيها وهنركز على ايه اكتر. وفي كمان 5 افكار جديده هقول لكم عليها ناوي اعملها. يلا بينا نبتدي. لو انت جديده واول مره تشوفينا انتوا المفروض حفظتوا خلاص، ما تنسوش تعملوا لايك في صفحه الفيسبوك وسبسكرايب لقناه اليوتيوب وفولو على الانستجرام، ويلا بينا نبتدي. طيب اول حاجه تعالوا نرغي مع بعض كده شويه واحكي لكم ايه اللي حصل السنه اللي فاتت. انا السنه اللي فاتت في اول السنه قررت ان انا هعمل قناه على اليوتيوب واوسعه كده وبتاع، وهعمل شانل، وقررت ان انا الحقيقه هنزل مثلا 80 فيديو في السنه. واللي حصل ان انا ما نزلتش غير 20 فيديو بس سنه 2018. هو رقم قليل جدا جدا، انا عارفه، يعني بالنسبه لاي يوتيوبر المفروض 20 فيديو دول ينزلوا في الشهر مش في السنه كلها. بس هو ده اللي حصل، لان انا كان عندي كنت بفتح الاستوديو الجديد بتاعي بتاع الميك اب، وكان عندي شغل عرايس كمان كتير جدا، وكنت بدي كورسات ميك اب، فكان الوقت عندي فيه مشكله، ما كنتش لاقي وقت ان انا اصور، ولو كنت بصور كنت بصور متاخر بالليل جدا او الصبح بدري جدا، وبقعد ادور على وقت ان انا اعمل مونتاج للفيديوهات، فطبعا كان بياخد وقت جدا، ما عملتش غير 20 فيديو. بس انا قررت بقى السنه دي ان شاء الله ان انا هعمل من ان شاء الله من 90 ل 100 فيديو ان شاء الله هنزله السنه دي على قناه اليوتيوب. هيبقى ان شاء الله في فيديو جديد كل يوم اثنين وخميس، ده بجد ان شاء الله. وقررت كمان ان انا اتكلم عن افكار جديده وحاجات جديده. في حاجات منها انتوا طلبتوها مني سواء على الانستجرام او على صفحه الفيسبوك، وفي كمان انا افكار قررت ان انا اعملها حاجات جديده. هم 5 افكار جديده هقول لكم عليهم دلوقتي، حسيت ان هم ممكن يفيدوا البنات ويضيفوا للقناه جدا. تعالوا اقول لكم ايه الافكار دي واخد رايكم فيها. اول فكره هنعملها هي سلسله فيديوهات العرايس، هنتكلم فيها عن ازاي العروسه تبدا تهتم بنفسها بالترتيب بالخطوات من الاول خالص وتعمل ايه. وكمان هنعمل سلسله فيديوهات عن ازاي تقدري تشتري انسب فستان فرح ليكي وتختاري الطرحه كمان بتاعته المناسبه. وتاني حاجه ناويين نعملها ونركز عليها اكتر الفتره الجايه هي موضوع ريفيو عن منتجات الميك اب سواء الهاي اند او دراج ستور. وكمان هتكلم عن منتجات السكين كير، هحاول اغطي لكم معظم المنتجات الموجوده في السوق السنه دي واقول لكم رايي فيها بالتفصيل. وتالت فكره ودي طلبت مني كتير جدا جدا، هنعمل مقارنات ما بين الميك اب الغالي والبديل بتاعه الرخيص. هحاول اجيب منتجين، منتج يكون غالي ومنتج رخيص يكون قريب منه جدا في الكواليتي، وهقول لكم تستخدموه ازاي علشان يديكوا اقرب نتيجه بالظبط للميك اب الغالي علشان البنات كلها تستفيد. ورابع حاجه ودي انا متحمسه لها جدا جدا، هي هتبقى عباره عن فيديوهات زي فلوجز كده، هننزل مع بعض اماكن بتبيع ميك اب وسكين كير، وهعلمكم ازاي نشتري الميك اب المناسب لبشرتنا والسكين كير كمان البرودكتس اللي تناسب كل بنت. انا متحمسه جدا للفيديوز دي، واحنا هننزل فيها ونلف في الشارع مع بعض. طيب وخامس فكره والاخيره ودي مجنونه جدا جدا وعايزه اخد رايكم فيها، هل حابين احنا نعملها ولا لا؟ البنات اللي عارفاني عارفه ان انا ميك اب ارتست، مش بعمل ميك اب عرايس بس، ان انا بعمل ميك اب شخصيات كرتونيه، بحول نفسي لشخصيات من الكرتون وسنو وايت وافاتار وحاجات كده. ففي بنات كتير جدا اقترحت عليا ان احنا نعمل اللوكات دي فيديو ونصورها بالخطوات وانزلها على قناه اليوتيوب. فانتوا قولوا لي رايكم، لو انتوا حابين تشوفوا ميك اب الكرتون ده بالخطوات بيتعمل ولا لا، قولوا لي وشجعوني. لو انتوا حابين ان انتوا تشوفوا النوع ده من الميك اب على القناه قولوا لي برده. وبس كده، هم دول ال5 حاجات الجديده ان شاء الله ان انا ناويه اعملها. قولوا لي رايكم فيها وهل حابينها ولا لا، وقولوا لي لو في افكار جديده نفسكم نعملها او نفسكم تشوفوها على القناه ان شاء الله السنه دي في 2019. قولوا لي برده تحت في الكومنتس، وانا ان شاء الله هرد على كل الكومنتس ونتكلم مع بعض. واي بنوته عندها اي موضوع جديد او حاجه نفسها ان احنا نتكلم عنها تقول لي تحت برده في الكومنتس. وبس كده، يا رب يكون الفيديو عجبكم، ويا رب ان شاء الله 2019 تبقى سنه حلوه على كل البنات، وربنا يسعدكم ويرزقكم كل حاجه حلوه زيكم. اشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله على الف خير. بس كده، يلا باي باي.